رمضان كريم، يوم جديد من أيام الشهر الفضيل، واليوم رح نعمل أكلة ما في حدا بالدنيا ما بيحبها، لحتى تعرفوا شو هي الأكلة تابعوا الفيديو للأخير. وأكلتنا هي كبة. طبعا أنا عاملة العجينة، طاحنتها ومجهزتها ومبهرتها قبل بوقت وحطها بالبراد. فهلا بس بدي ادعكها شوي، وبدي اقلي اللحمة لحتى نبلش الحشوة. ونبلش التقريص في طريقة سهلة كتير. طبعا هلا أنا بدي بلش بتقلات اللحمة. شغلت الغاز وهلأ بدنا نحط زيت نباتي، وكمان بدي أضيف يعني هيك بس للتنكيه شوية سمنة. طبعا لبين ما تضيف السمنة في عندي شوية جوز هيك يعني كمشة بدي أحطهم مع اللحمة، فعم طحنهم هيك كتير ظريفة هي. وهلأ دابت السمنة صارت جاهزة لحتى ننزل اللحمة. وهلأ بدنا نقليها منيح. طبعا أنا بقلي اللحمة قبل ما أحط البصل، بعد ما تتقلى اللحمة هلأ بنزل البصل. يتغير لونه وحس انه بلشت تستوي. بس تغير لونها بدي اضيف السبع بهارات، ملح وفلفل. هلا بلش يتغير لون اللحمه، رح اضيف رشه سبع بهارات، بابريكا، وبدي اضيف رشه ملح. يعني حطيت معلقه ونص تقريبا. حريت. وهلا بدي الفلفل الاسود، كمان بنضيف الفلفل الاسود. طبعا اللحمه في عالم بتحبها ناعمه بحشوه الكبده، وفي عالم بتحبها مجروشه يعني بتكون خشنه. هلا انا مرات بعملها هيك مرات بعملها هيك حسب شو بتوفر عندي. هلا ليش بحب بعملها ناعمه؟ لانه عندي ولد صغير فبحس انه بلعه واكلها اسهل عليه. فهلا بهي الفتره عم حاول اعملها شوي تكون ناعمه لسهوله البلع. هلا طول بالكم بتشوفوا شو محضرت لكم شغله للكبكبه بتجنن. يعني انا عندي الماكينه تبعت الكبه وبتنزل قوالب الكبه، بس هي الشغله اللي انا جايبتها جديده رهيبه. هلا شو بدنا نحط؟ بدنا ننزل البصل. طبعا انا حاططه بهي لحتى تنزل ميته ما يضل فيه مي. هلا بقى بنقلبهم. في كمان ناس بالشام بيحبوا يضيفوا على الكبه، حشوه الكبه دبس الرمان. هلا انا جوزي ما بيحب دبس الرمان، فلهيك ما بقدر احط الحشوه لانه ما بحبها. فانا بموت بشيء اسمه دبس رمان مع الكبه او مع الفلافل، انا من عشاق دبس الرمان. بس ما بحطها بقلب الحشوه، لا، بعد ما اقلي الكبه او بعد ما اشويها حسب النوع دبس الرمان على جنب. شايفين كيف؟ هلا تقريبا صارت الحشوة جاهزة، بس البصلة هيك عم تتقلى. حبايبي صارت هلا حشوتنا جاهزة للكبة. طبعا أنا كمان بتركها تبرد شوي، بس هلا بدي أضيف شغلة فوقها اللي هي بدنا نضيف الجوزات. يعني هيك كبشة جوز بتعطيها نكهة وهيك طيبة. أنا بحب الجوز مع الكبة. شايفين كيف صارت؟ واصلة الريحة لعندكم ولا لا؟ هلا بدنا نبلش بالكبكبة. خليكم معي. طبعا أنا رح فضي الكبة هلا بصحن بارد لحتى تبرد. هلا بدي فضيها. طبعا هلا رح نبلش الكبكبه بهذا الاختراع. طبعا هذا الاختراع هو يعني انا بقدر اقول هو احلى شيء اخترعوه للكبه. يعني انا اول مره بحس حالي عم بعمل كبه عم تطلع مثل تبعت ستي وستكم، من هيك القرص المرتب الظريف اللي كل القراص بنفس المقياس. يعني هذا الاختراع انا عن جد بتشكر المخترع كثير. طبعا رح اترك لكم الرابط اللي انا طلبت منه هذا الشيء لكبكبه الكبه، لانه
ممكن القطع أصلية وممكن القطع ظريفة، هاد القالب كتير ظريف بيجي معه هاي القطع لحتنك، بس هلأ رح تشوفوا كيف رح نعملها. هلأ أول شي هاي القالب في عنا هذا النايلون رح نحط واحد من هاي الجهة وواحد من هاي الجهة، تمام لهون. هلأ بدي أحط الكبة، طبعًا بدكن تحطوها بأحجام تكون متساوية، لإنه أنتم هدول الطرفين بدّن يطبقوا على بعض، فيعني مو ضروري إنه تقيسوهم بالمازورة، بس يعني تقديريًا بالعين أحيانًا اللي بيطبخ بيقدر يقدّر بالعين بالتقدير تكون متساوية. شوفوا لي إذا متساويين والّا في شي وحدة أصغر أو أكبر. فهلّأ أنا عم أحط القطعة المدوّرة أول شي هيك. عن جد ما بتتخيلوا قديش أنا مبسوطة بهذا الاختراع، يعني كتير مشتهية. شوف بدي أشوف إذا في عندهم نفس القالب بس للكبة اللبنية للأصغر، لأنه أنا بحب الكبة اللبنية تكون قياسها أصغر من المقلية. ويا ريت يعني بالمعية يعملوا لنا المشوية. هلا أنا المشوية بالعادة بستخدم الزبدية البلور العادية هيك. وهلا راح نحط آخر طابة. طبعا دائما عجينة الكبة خلوها مغطاية لحتى ما تنشف. هلا نحن عنا اياها هيك تمام. هلا رح نجيب نايلونة تانية ونضغط عليها على أول وحدة بهذا القالب التاني هيك. بدكم تضغطوها كتير منيح مشان ترق معكم، يعني تتأكدوا إنه متطابق هيك. واضغطوها، اضغطوا منيح. أنا عم حاول أحط كل وزني. شايفين كيف؟ شايفين كيف؟ رح أضغطها كمان شوي لسه هيك فيها سماكة. وهلأ رح بلش بالجهة الثانية. هلأ بنشيل النايلونة من هون، ما بتعملوا أي شي حاليا. هلأ حطوا النايلونة هون على الثانية ونفس الشي تضغطوها بشكل كتير قوي لحتى تطلع رقيقة ما تطلع سميكة. تأكدوا إنه القالب محطوط صح واضغطوها. خلينا نشوف، نضغطها كمان شوي نتأكد إنه انضغطت بشكل كتير منيح. هلأ بدنا نبلش نحط الحشوة هيك. هلأ رح نحط الحشوة بالطرفين، بتحطوا الحشوة بالطرفين. هلأ بننزل أول شي بأول طرف، يعني ما تكون كتيرة ولا تكون قليلة. هون كمان شوي. كيف؟ هلأ حطينا بالجهتين. هلأ كيف بدنا نسكرهم؟ هون بقى السر. طبعا إذا مسكتوها هيك رح تنكب الحشوة ورح تخسروا كل الشغل، فأنتوا بالتالي بدكم تكونوا كتير أذكياء بهذا الموضوع. بدكم تمسكوها هيك هيك وتسكروها مع بعض. تمام، تسكروا الجهتين سوا وتكبسوهم كتير منيح. الجهة الثانية مشان يتطابقوا مع بعض. شايفين كيف؟ هلا رح نفتحها. تادا! شايفين كيف كتير سهلة؟ هلا رح ارجع اعمل باقي الكمية. ترجعوا بتحطوا هيك بتشيلوها مكبكبة مكبكبة، يعني انتوا عم تاخدوا قرص الكبة مكبكب. كل حبة اخت التانية. آه عن جد أنا كتير كتير مبسوطة بهذا الاختراع. يعني صرت أحس الكبة كأني قايمة أقلي بيض، بما إني أنا باحب البيض المقلي كتير. فحاسة إنه الكبة هي كأنك
يعني كأنه قايمين نقلي بيض. يعني هي الفكرة إنه تحطّوا بس على الحواف شوية مَي، شايفين كيف؟ بس على الحواف اللي هي طبقت مع بعضها، تحسُّبًا إنه القرص ما يفتح وقت القلي أو وقت الطبخ. طبعًا هاي الكبّة فيكم تعملوها مقلية، وأنا بدي أعمل شوية لبنية متل ما هي، قسم باقلي وقسم باطبخها باللبن. رح كمّل الكمية كلّياتها وبارجع لكم لحتى نقليها. تعالوا شوفوا معي هالمشهد، تعالوا شوفوا هالمشهد، قولوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيف القرص أخو القرص، شايفين ما شاء الله. وهلّأ بقى بلّشت حلة الترتيب والتنضيف قبل ما نبلّش قلي، مشان تقلي على نضافة وعلى رواق وعلى هدوء. وبدنا ننزّل الزيت، حطيت الزيت على النار خلّيه يحمى. كبّاياتي جاهزين. طبعًا أنا وعم باشتغل كنت عم جمّع كل مجموعة كبّة وحطّها بالفريزر، باجمّع مجموعة وحطّها بالفريزر. أول شي بتشد أكتر بتمسك منيح، وتاني شي أنا أساسًا ما بدي أقلي كل الكمية لإني أنا اشتغلت كمية كبيرة، فأنا بدي آخُد قسم أطبخه اليوم أو أقليه اليوم، وبعدين الكمية التانية إمتى ما حبّيت باقدر أطلّع من الفريزر وأقليها. رح نطبخ اللبن بهي الطنجرة الصغيرة. هلّأ رح نزّل اللبن، حِر شوية نشا على البارد تقريبًا معلقتين صغار أو معلقة كبيرة، وراح أحط تقريبًا معلقة أكل نشا. هلأ رح نزّل النشا فوق اللبن. ونبلش نخفق. هلأ الزيت حمي، أنا بدي أجيبكم شوي لهون أقرب. كيف؟ هلأ بدنا نبلش ننزّل الكبّة. طبعًا بتنزّلوا الكبّة وما بتحركوها، وراح ضل عم حرّك اللبن لحتى يغلي. أنا شو باعمل كمان هلأ، أنا كونه كنت حاطة هلأ أنا بلشت بقلي أول وجبة كنت حاططها شوي بالفريزر فهي تماسكت already. فشو بتعملوا كونه هي قرص الكبّة بارد، أنا نزّلت هذا قرص الكبّة تمام. هلأ باستناه لحتى يبلش ياخد منيح. ما ب لمّا بدي أنزّل القرص التاني بانزّل القرص التاني، بانطر لحتى كمان يقلع يعني يحمى، بانزّل التالت. ما بانزّلهم كلّهم مع بعض لإنه باردين، فرح يسحبوا حرارة الزيت وبالتالي رح مع الوقت بيخلّوا الكبّة تفرط وهي عم تنقلى، لإنه الكبّة المفروض أول ما ننزّلها فورًا تلقط، يعني أقصى حد هي كم يعني ثواني. شايفين بلّشت. هلأ فيني أنزّل القرص اللي بعده. وباجي باشيل هاي الخبزة عشان ما تنزعلي الstyle تبع الكبة. طبعًا وبنضل عم نحرّك اللبن ما بننساه. شايفين كيف اللي بيطبخ لازم يكون عقله شغال على كافة الجبهات. شايفين بلش القرص التاني هلأ ياخد، هلأ بانطر شوي بنزّل القرص التالت. شايفين كيف؟ وما بتحركوهم أبدًا، خلّوهم هيك على كيفهم يتقلّوا. يا سلام الريحة يا سلام! طبعًا اللبن بلّش يغلي عندي كمان، فهلأ بعد ما بلّش يغلي بدي أنزل عليه بمعلقة ملح، يعني القياس وسط، تمام. حطيت أقل بشوي. رح أقول لكم ليش حطيت أقل من المعلقة بشوي. خلّيني بس شوف الكبّة تقريبًا صارت جاهزة. يا سلام! شوفوا، شوفوا. في أحلى من هيك؟ شوفوا لي على الموديلات، شوفوا كيف القرص أخوه التاني، شوفوا القياس، شوفوا اللون، شي بيشهي. شوفوا. هلأ اللبن، نرجع للبن. شو بدي ضيف؟ بضيف تقريبًا شغلة هي اللي أنا كتير باحبها اللي بتعطي نكهة فظيعة،
يلّي هي شوفوا أنا قاسمة هذا دائمًا هي الأكلات اللي هيك باحب باعطيها بس تنكيه، نُص مكعب ماجي، شايفين؟ باستخدم كتير أوقات نصاص لإنه هي هالنُص رح يعطي طعمة كتير طيبة، إنه بلّش يغلي منيح رح أنزل عليه بالكبّة. ما تفرط، شايفين؟ يعني بطريقة كتير عم أهلكن يعني، شايفين بلشت الكبّة تغلي؟